التوانسة اللي تعيشوا في الخليج العربي، ربي إن شاء الله يبقى عليكم الستر وربي يحميكم وربي يستركم. أكيد الكلنا عنا قريبنا ولا عنا أقاربنا يقروا ولا يخدموا في الخليج العربي. إن شاء الله اللي يلقى كيفاش يروح، اللي ما يلقاش كيفاش يروح يحاول يرد باله روحه. هذه أقل حاجة نقولوها لجماعتنا في الخليج. إيران راهي تضرب في القواعد الأمريكية اللي موجودين في البلدان العربية، ماهيش تضرب في قطر ولا في دبي. عندها معناها حكاية بيهم، عند ثم أمريكا عندها دي ستاسيون غادي هي يلزم تضربهم. معناها ينجم راهو يمشي واحد في العفس وينجم يمشوا قطريين ومن جنسيات الكل ينجموا يموتوا، معناها تطيح ضحايا كيكا، خاطر هذاك هو قانون الحرب يعني، فهمت؟ هذاك علاش إيران راهي باش تفكك يعني باش تفكك الستاسيون هذوما، باش بعد تجيها سهله حتى كي باش تدخل في حرب مباشره مع امريكا بعيده، معناها باش تضربهم غادي. هذاك علاش معناها تفسد عليها اللعب، معناها ما تخليهاش تضربها من قريب، خاطر كنت تخلي القواعد ايران تو كانت تخلي القواعد كما تعرف الخليج بيوعه الكل، تخلي القواعد الامريكيه الموجوده تو في الخليج العربي، ايران سهله باش يضربوها من ثم طف 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 يضربوا. هذاك علاش توا ايران اول حاجه بدات تعمل فيها راي تحب تنحي لو ماكسيموم نتاع دي ستاسيون حربيه نتاع امريكا. كما قلت لكم جاليتنا في الخليج العربي ان شاء الله ربي يبقى عليكم الستر وربي يحميكم ورمضانكم مبروك ان شاء الله.